أعزائي متابعين قناة تركاية وحكاية الكرام، أهلا بكم في قناتكم تركاية وحكاية، وأخوكم مراد محمود. وحبينا نتابع معاكم لحظة من لحظات محافظة اسكندرية. اشتراكك الجميل وفعل زر الجرس على الكل علشان يجيلك إشعار بكل اللي بيحصل في اسكندرية. لو حضرتك مهتم بالمحافظة الجميلة، لايك للحلقة، وزي ما تعودنا تقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. خلاص قلت لكم إن أنا مراد محمود، يلا بقى نبدأ. قد ايه البحر جميل وقد ايه الصيف جميل، من مكان بقى من اهم الاماكن في محافظة اسكندرية ومكان جذب سياحي، لدرجة ان زي ما حضراتكم شايفين الاعداد موجودة فيه في وقت متأخر من الليل. قد ايه طبعا دلوقتي عرفتوا احنا نفق وكباري شارع 45، المشروع الضخم اللي شاف النور من اقل من شهور، بس زي ما حضراتكم شايفين بقى متنفس. طبعا يعني بيديله الأهمية وبيديله الجذب ده كله كونه قريب من أهم وأشهر المناطق السياحية والمصيفية في اسكندرية، منطقة ميامي ومنطقة خالد بن الوليد. طبعا زي ما حضراتكم شايفين زوار واهالي اسكندريه سكانها وضيوفها كله مجتمع في المكان الجميل ده. احنا دلوقتي على الممشى السياحي وبنوري لكم اخواتنا المصيفين في البحر، يعني الواحد عايز ينزل معاهم ياخد غطس، يعني المنظر جميل جدا. بدلات طبعا احنا دلوقتي في شاطئ البروفاج، طبعا شاطئ الجميل العريق والقديم والجديد. زي ما احنا شايفين الشاطئ بمساحة جميلة، ولحد دلوقتي في ساعة متأخرة من الليل الناس لسه ما سابتش البحر، والناس بالعوامات والدنيا جميلة يعني. طبعا ده غير اللي موجودين على الممشى السياحي واللي موجودين فوق الكورنيش واللي بيتمشوا. طبعا اللي قدام حضراتكم ده النفق اللي بيعدي من تحت طريق البحر اللي جاي من شارع السادات او شارع 45 علشان يرجع تاني لو هو متجه لوسط البلد بقى، سواء منطقة المنشية، الشاطبي، محرم بيه، سيدي جابر، سموحة، اي منطقة من المناطق اللي هي في وسط البلد. يعني من الحاجات اللي انتشرت جدا في المكان هنا مهنة الفوتوغرافر. طول ما انت ماشي تلاقي ناس بتصور، ما انتش عارف مين بيصور مين، بس يعني بقت يعني من الحاجات المهمة جدا والمنتشرة كتير. فلاشات كده زي ما حضراتكم شايفين، كل شوية فلاش يضرب، تعرفش مين بيصورك ولا انت اللي بتصوره. حاجة يعني جميلة جدا. برضو الناس دي بتحاول تقدم خدمة معينة. يعني الاخ الجميل اللي قدام حضراتكم ده يعني معاه، هو قال لي ان اسمه عقاب، يعني قلت له ده صقر ولا نسر، قال لي اسمه عقاب، فانا ما فهمتش بس قلت له يعني اكني فاهم، عملت نفسي فاهم يعني عشان ما يقولش عليا حاجه. فعقاب عقاب يعني. المهم يعني فبتلاقي يعني زيه كده بيحاولوا ان هم يصوروا يعني العملاء بتوعهم مع العقاب ده او مع النسر ده. حصنه، تلاقي حصنه ياما برضو في يعني كلاب كده من اللي شكلها مختلف. الحاجات دي كلها بتستخدم في التصوير، يعني خدمه جديده بيقدمها الجماعه المصورين دول، من الحاجات كويسه والمجتهده يعني ان هم بيحاولوا يقدموها. زي ما حضراتكم شفتوا كده يعني يوم الحشر، سور الصين العظيم، كميه ناس رهيبه جدا، ويعني تقريبا يتهيألي اللي جوه البحر اكتر من اللي بره، يعني اللي جوه الميه اكتر من على الرصيف، اكتر من اللي في البيوت اساسا. حاجة تانية بقى كنت عايز اقول لحضراتكم عليها، طبعا المنطقة اللي قدام حضراتكم دي الرملية اللي بيلعبوا فيها الشباب هناك، دي متصلة بالشاطئ نفسه، بالرملة اللي على الشاطئ لحد البحر، بتعدي كده تحت الكباري الملفات اللي موجودة اللي بتعدي قدام حضراتكم. طبعا دي ميزة، طبعا بتدي متسع للشاطئ وبتخلي الناس اللي حابة تلعب هناك. كمان زي ما حضراتكم شايفين اللي هناك خالص ده النفق، الناس اللي بتنزل من على السلم ممكن ان هي تعدي للجنب التاني في نفق تاني، لو حابة ان هي تطلع سلم تاني تعدي لطريق البحر، او لو حابة ان هي تعدي من تحت الطريق ده وتوصل للناحية التانية ناحية شاطئ البروفاج. وبيعتبر السلم ده برضو بوابة دخول للشاطئ نفسه، يعني سواء بيعدي من الأنفاق أو من الرملة. دي طبعا اللوحة التذكارية لافتتاح المشروع الضخم العملاق اللي قدام حضراتكم. ما شاء الله شايفين الناس، كمية ناس رهيبة. أنا عايز أعرف يعني كام واحد قاعد في بيته دلوقتي، مش عارف. طبعا دي الأنفاق من تحت طريق البحر، العربيات المعديه دي، والسقف اللي قدامنا ده طريق الكورنيش الرئيسي اللي بتعدي عليه العربيات اللي متجهه سواء من وسط البلد منطقه المنشيه لحد منطقه المندره او الراجع. طبعا ده شارع السادات او شارع 45، والعربيات اللي نازله دي نازله
هتعدي بقى النفق اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي، العربيات اللي على الجنبين اللي فوق ده اللي داخل لشارع 45 واللي خارج من شارع 45 لو هو طالع من فوق كده بيحاول لو عايز يكمل يعني ناحيه المنظره فتح الله قدامنا. دي الانفاق المشاه اللي انا قلت لحضراتكم عليها. طبعا ناس فوق ناس تحت ناس في الميه في كل حته، يعني ما شاء الله تحس ان مصر كلها موجوده معانا هنا. اسكندريه دايما جميله ودايما عامره بيكم ومنوره بيكم وباهلها وبزوارها. خليني بقى اسالكم دلوقتي سؤال مهم جدا، اشتركتوا في القناه ولا لسه؟ اللي لسه ما اشتركش يا ريت تشرفنا دلوقتي بالاشتراك، وما تنساش تعمل لايك دلوقتي للحلقه حالا. اعمل لايك علشان الحلقه توصل لاكبر عدد من المتابعين، وقول لي كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا مش عارف احساس نزول البحر يعني بالليل بيبقى عامل ازاي صراحه، يعني انا من مرات قليله جدا اللي نزلت فيها البحر بالليل بيبقى احساس مخيف. كمان هم على يعني على ابواب الشواطئ والحاجات دي بيبقوا كاتبين ممنوع النزول بعد الغروب، يعني اللي بينزل في الوقت اللي زي ده على مسؤوليته. بس يمكن علشان البحر جميل النهارده يعني صراحه الموج هادي جدا يمكن مغري للنزول. كمان اللسان اللي قدام حضراتكم اللي في الميه ده يعني حاجز كتير من الامواج مخلي البحر زي ما حضراتكم شايفين هادي جدا. كمان يعني كفايه القعده على الرمله وفي الانوار الجميله اللي منوره تحت الكوبري ديت. يعني الصوره يمكن ظلمه شويه المكان، لا المكان على الطبيعه روعه، يعني حتى لو مش تنزل الميه طبعا في وقت زي ده كفايه طبعا القعده الجميله اللي على البحر دلوقتي وعلى الرمله في الجو ده. خصوصا اليومين دول يمكن الجو حر شويه في اسكندريه، يمكن من نصيب بقى وحظ اخواتنا المصيفين اليومين دول يعني يقضوا يومين جمال في هوا البحر الجميل في محافظه اسكندريه. طبعا كنا غطينا في حلقات كتيره قبل كده المشروع ده وتابعناه من بدايته، من بدايه انشائه ومراحله، كل حاجه كنا بنتابعها مع بعض اول باول. ما انتوا لو بتتابعوا الفيديوهات القديمه كان زمانكم عرفتوا كل حاجه. طبعا مشروع نفق وكباري شارع 45 من الحاجات المهمه الجميله دلوقتي في محافظه اسكندريه. خمتكم بقى، وده كوبري ستانلي الاصلي، ده كوبري ستانلي او على الاصل دور، ده الكوبري الاصلي طبعا اللي اتعمل المشروع الثاني على نفس الشكل والستايل. كوبري ستانلي من علامات اسكندريه ومن من المشاريع المهمه اللي اتعملت في وقت سابق. لا 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 خلي بالكم بقى عشان ده برضو كده احنا رجعنا تاني 45. يعني ايه رايكم بقى نعمله سؤال في اخر الحلقه وانتوا تقولوا لنا انهي الاصل وانهي الصوره، انهي القديم وانهي الجديد. طبعا مشروعين من الحاجات المهمه. طبعا المشروع ده عبقريه هندسيه جميله، حته الانفاق وانها تعدي من تحت طريق البحر يعني من الحاجات المهمه جدا. سعدت بحضراتكم جدا النهارده طبعا، يعني حلقه خفيفه، وتابعوا معانا الحلقات اللي جايه ان شاء الله علشان لو حابين تعرفوا كل اللي بيحصل في محافظه اسكندريه سواء على مستوى المشاريع الجديده او معلومات عنها او تاريخها والحاجات الجميله اللي حوالينا. اشتراكك الجميل وما تنساش اللايك عشان تتابع معانا كل جديد. كنت معاكم مراد محمود، شكرا لكم.